السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5. شكرا الأهلي، أحسن مسك ختام للبطولة. يا ريت الأهلي يلعب كده على طول. 6-6 الأهلي يختم الدوري، ياخد الدوري. دوري صعب قوي من بداية. الحكام كانت مع بيراميدز وضغط على الأهلي، وهو والزمالك عاملين تحالف، ولكن عماد النحاس جه نجح في 6 مباريات ب 18 نقطة. قدرنا نرجع، كسبنا فاركو 6-0 اللي كسبت بيراميدز 3-2. شكرا لعيبة الأهلي. الروح المعنوية العالية ما بين الأهلي واللعيبة والجمهور واللعيبة اللي حتى اللي ماشية أو الزعلانين إن هم ماشيين، دي روح رياضية. أتمنى إن علي يكمل سنة أو سنتين، هيديك مع كريم الدبيس هيفرق كتير. بس مبروك مبروك مبروك. اجمل ما في المباراه كلها اللعيبه وهي بتحفز بعضيها. علي معلول لما نزل كله راح، حسين الشحات نزل كله راح له برضو. اخر ربع ساعه اللعيبه كلها بتخدم على امام عاشور ازاي يجيب جون، وفعلا هجمه مرتده جميله جدا. الجون السادس ده ايه يعني، بصراحه كل اللي جون ممتازه. مروان عطيه من الشمال لعبها حسين رجعها بالكعب على الهادي لامام، نيم الجون ونيم اللعيبه بتمريره حسين. قال له خد حط جون واختم ان انت تبقى هداف البطوله. نسمي البطوله دي ياسر ابراهيم، نسميها بطوله ياسر ابراهيم، بطوله امام عاشور، بطوله اللعب النظيف، بطوله الاداره. الاداره غلطت في انها انسحبت من مباراه الزمالك، بس الحمد لله مفيش اجمل من دي. فرحه الحمد لله تمت. زعلانين جدا ان احنا خرجنا من افريقيا، بس دي سنه الحياه وده كان لازم يحصل عشان كولر يمشي. ادينا شفنا الاهلي. اتمنى نشوف الاهلي كده دايما، هو ده الاهلي اللي احنا عايزينه. 1 و2 و3 و4 لحد لما نوصل ل6 ما نسكتش. روح رياضيه عاليه جدا ما بين اللعيبه، وده روح اللعيبه جميله 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 جميله. اتمنى انها تستمر على كده. مبروك للاهلي وهارد لك لفاركو. اللعيبه اللي ماشيه نقول لها شكرا، اللعيبه مكمله. مستنيين الموسم اللي جاي من بدايه الكاس العالم بامر الله للانديه، موسم قوي 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 جدا ان شاء الله باللعيبه اللي جايه للنادي الاهلي. ان شاء الله هنشوف وهنقول مبروك للاهلي بكل البطولات اللي الموسم اللي جاي بمشيئه الله. واسمع مني وخدها مني كلمه سجلها عندك دلوقتي: الدوري والكاس والسوبر بامر الرحمن، وافريقيا والسوبر الافريقي بمشيئه الله. كل البطولات هتكون للاهلي بمشيئه المولى عز وجل لو لعبنا بالروح دي واستمرينا على بالنظام ده. شكرا كابتن عماد النحاس. مش من فرحتي مش عارف اقول ايه. مبسوط جدا. وسام ابو علي يا جدعان، وسام ابو علي يا جدعان على اللي عمله النهارده. سوبر هاتريك يا ابني ملوش حل. وحتى بن شرقي قبل ما يطلع عامل التمريره الاولى بري اسيست، التمريره الثانيه هو اللي عامل اسيست. برافو برافو لعيبه الاهلي، مبروك. فرحتوا اللعيبه. كنا خايفين من قبل المباراه بسبب مباراه انبي، لكن الحمد لله كنت عند الوعد وكنت الاستعداد. شكرا للاهلي، شكرا للعيبه. احلى فرحه واحلى ختام للدوري. الدوري كان صعب 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 قوي بسبب المؤامره اللي كانت حاصله والتحكيم اللي حاصل وبيراميدز اللي بيعاند فيك وبيراميدز اللي كان 5 مباريات. يعني احنا بنتكلم في 15 نقطه فوزهم مش مستحق خالص بسبب التحكيم. بالمناسبه بيراميدز كسب النهارده 5-1، ما يشغلنيش خالص، ما يفرقش معايا. بس هو قدر ان هو يعمل توليفه ما بين اللعيبه الاحتياطيه والاساسيه عشان خاطر ماتش سان داونز اللي جاي. واللي اتمنى ان سان داونز يكسب. هتقول ان سان داونز خرجك، هقول لك عشان ما يبقاش فريق مصري يجي ياخد البطوله. انا ما بحبش بيراميدز ولا بحب الزمالك، خلينا واضحين. هتقول ده فريق مصري ماشي، انت هتشجع مصر خلاص، انا مش هيشغل بالي. بس انا مش شايف غير الاهلي. هتقول لي ان انت بتشجع سان داونز، هقول لك لا انا ما بشجعش حد، بس مش عايز حد يركب عليا في مصر، في الدوري المصري. مبروك الاهلاويه. خلينا في فرحتنا بالدوري ويكون اللي جاي ان شاء الله احسن. احلى حاجه واحلى مسك ختام للنادي الاهلي، نروح بقوه جامده جدا بامر الله، بحافز بروح معنويه عاليه لكاس العالم. وان شاء الله هنعمل حاجه هناك باذن الله. مش صعب خالص ان احنا نتاهل للدور التالي بعد دور المجموعات ان شاء الله. مستنيين في حلقات جديده ان شاء الله من برنامجكم جيف مي 5. حلقه بسيطه كده فيها فرحه اهلي. مبروك لكل الاهلاويه وان شاء الله دايما في افراح. سلام عليكم.